كل حالات النصب اللي ياما سمعنا عنها كان في بينها حاجة مشتركة، زي ان النصاب بيحاول يدور على ثغرة من خلالها يقدر ينفذ عمليته بكل احترافية، وبيكون حريص جدا انه ما يسيبش اي اثر بيدل عليه. لكن النصاب اللي هكلمك عنه النهارده بلا منازع هو الاشهر في التاريخ، واللي عمله حرفيا مخك مش هيستوعبه بسهولة. قدر بكل ذكاء ومكر يبيع واحد من اشهر المعالم السياحية في العالم. السلام عليكم، اهلا بكم في اول حلقه من قناه فضول، واللي هيكون وسيلتنا عشان نستكشف العالم من حوالينا. معروف في عالم الحيوانات ان الثعلب مكار لدرجه انه ممكن يعمل نفسه ميت عشان يفلت من مفترس او صياد، لكن في الحقيقه البشر هم اكتر الكائنات الحيه مكرا على وجه الارض، فما بالك براجل اطلقوا عليه اسم فوكس مان، الرجل الثعلب. قصتنا النهارده عن اشهر نصاب في التاريخ، راجل عنده كاريزما وذكاء ما يتوصفوش، قدر بيهم يضحك على اغنياء كتير والاذكياء منهم كمان. فيكتور لوستيج. فيكتور اتولد في التشيك سنة 1890. كان زيه زي اي طفل بيحب اللعب ومش مهتم بالدراسة بربع جنيه زي حالاتك كده، الا انه من صغره ظهر عليه علامات الذكاء وحب المغامرة. لما كبر شوية بدأ يقضي وقت كبير في الملاهي الليلية وصالات القمار، وبمرور الوقت بدأ يحس ان عنده موهبة تقدر تخليه يخدع اللي حواليه بكل سهولة، فقرر يستخدم الموهبة بتاعته دي في النصب والاحتيال. الجدير بالذكر ان فيكتور كان عنده مهارات استثنائية قدر يستغلها عشان يقنع الناس بكلامه ويخدعهم. من ضمن المهارات دي هي ثقته في نفسه المبالغ فيها، واللي كانت بتدي انطباع للي قدامه انه شخص متمكن وموثوق فيه. كمان فيكتور لعب على عواطف الناس واستغل طمعهم للثراء السهل والسريع. فيكتور كان شخص غير عادي، بطريقة ما قدر يخترع صندوق خشب عبارة عن مكنة طباعة فلوس. فكرة الصندوق ببساطة هي ان الصندوق كان المفروض انه بيطبع $100 كل 6 ساعات. اتجه فيكتور لرحلات السفن السياحية اللي بتتحرك ما بين اوروبا وامريكا، وقام منشل على اغنياء الدرجة الاولى. وزي ما قلت لك كده يا برو، ثقته في نفسه المبالغ فيها مع طمع اللي قدامه في الثراء السريع قدر بالفعل يقنع اكتر من شخص انه يشتري الصندوق ده، وبسعر يوصل $30,000. طبعا عشان المصداقية الصندوق فعلا كان بيطبع $100 كل 6 ساعات، لكن زي ما انت متوقع كده الصندوق بعد مرتين 3 كان بيبدأ يطلع ورق ابيض. تقدر تقول ان عملية النصب اللي فاتت دي كانت مجرد تمهيد للي جاي، والقصة بدأت دلوقتي. متنساش تحط لايك. بعد الحرب العالمية الأولى فرنسا كانت بتعاني من أزمة اقتصادية، وبرج أيفل كان اتضرر جامد بسبب الحرب. المهم إن البرج كان محتاج شوية ترميمات هتكلف فرنسا حبتين. وبعد الأزمة الاقتصادية دي بعض الصحف نشرت أخبار إن الحكومة الفرنسية بتعاني من ترميمات البرج المكلفة. عمنا فيكتور بقى كان قاعد في قهوة في يوم من الأيام ولقى الخبر ده في الجرايد قدامه. دبانة رخمة، وخبر زي ده مش هيمر عليه مرور الكرام، ده الرجل الثعلب. خبرته في النصب خلته يقرأ الخبر من منظور مختلف، وفورا بدأ يخطط للعملية اللي هتصنف بعد كده بأشهر عملية نصب في التاريخ. فيكتور حجز جناح فخم في أحد الفنادق عشان يجتمع بالضحايا بتوعه، وتواصل مع 6 من أكبر تجار المعادن ورجال الأعمال اللي موجودين في فرنسا وقتها. ومن أول مقابلة وبكل لباقة بدأ يكلمهم عن خطة الحكومة الفرنسية في ترميم برج إيفل، وإنهم بسبب التكاليف العالية لترميمه كلفوه إنه يشرف بنفسه على عملية هدم وبيع برج إيفل، وإنه اختارهم ال6 بالتحديد علشان سمعتهم الكويسة، ومهمته باختصار إنه يعمل مزاد بينهم على اللي هيشتري البرج. وفهموا ان عمليه البيع دي هتكون بشكل سري، وده طبعا بسبب خطوره انتشار خبر زي ده للعامه، وخصوصا ان كان في جدل في الفتره دي حوالين تكاليف صيانه البرج اللي بتتعمل بشكل دوري كل سنه، وان ده مؤثر على اقتصاد البلد. المعلم فيكتور ما كانش رايح ايده فاضيه، ده كان معاه بطاقه مزوره تثبت انه المتحدث الرسمي باسم الحكومه الفرنسيه. مش بس كده، ده قدم لهم اوراق تثبت انه نائب المدير العام لوزاره البريد والتلجراف. ومع موهبته في التمثيل وثقته الزايده في نفسه تقدر تقول بالبلدي كده انه لبسهم العمة، وقام واخدهم في جولة على ارض الواقع بعربية ليموزين فاخرة علشان يعينوا البرج بعينيهم. فيكتور كان نصاب دولي غير عادي، لدرجة انه قاعد يراقب تصرفات الضحايا بتوعه ويشوف ردود افعالهم عشان ينقي منهم اكتر ضحية متحمس للموضوع. وبالفعل وقع اختياره على واحد منهم اسمه اندوغي بوسيون. فيكتور فاهم ضحيته انه مجرد موظف غلبان، وانه مش هيطلع بمصلحة من عملية البيع دي، ومن الاخر كده طلب منه رشوة عشان يرسي المزاد عليه. جيس وات ايه اللي حصل؟ نجحت عملية النصب، وفيكتور بالصلاة على النبي كده خد تمن البرج وخد فلوس الرشوة وهرب على النمسا. اندريه اللي اتنصب عليه بعد ما اكتشف الموضوع ما قدرش يبلغ الشرطة،
وده بسبب ان ببساطة كده ده واحد دافع رشوة لموظف وهمي عشان يشتري برج ايفل. فيكتور عجبته النصبايا والطمع عماه، ورجع تاني بعد فترة كرر الموضوع ونصب على واحد تاني بنفس الطريقة، لكن الضحية المرة دي بلغ الشرطة. وهنا كان في روايتين لنهاية هذا المكار. بعض المصادر قالت انه قدر يهرب لتاني مرة، وان كان ليه عشيقة هي اللي بلغت عنه علشان عرف واحدة تانية عليها، ومصادر تانية بتقول انه ملحقش يهرب واتقبض عليه. وكده كده في الحالتين هو اتقبض عليه فعلا واتحكم عليه بالسجن، وخلال الفترة اللي قضاها في السجن اصيب بمرض التهاب رئوي ومات. القصة دي بتفكرنا بقد ايه لازم ناخد حذرنا دايما، واننا ما ينفعش نثق في اي حد بسهولة، وان حتى اشهر المعالم السياحية ممكن تكون هدف للنصابين. وعايزك تعرف حاجة، اني بتمنى بفضلك اخليك تشترك في القناة وتحط لايك لو الفيديو عجبك. سلام.